بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه والاخبار؟ يا رب كل الناس تكون بخير وكل شيء تمام معاكم. اهلا وسهلا، مرحبا بيكم في يوم جديد وحلقة جديدة. النهارده كنت عايز اتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو الشغل. الشغل يا جماعة مش عيب، انا فاهم. عمر ما كان الشغل عيب، عمر ما كان الشغل وحش، عمر ما كان الشغل قلة، عمر ما كان الشغل ذل، عمر ما كان الشغل إهانة، عمر ما كان الشغل ذل، عمر ما كان الشغل إساءة. بالعكس يا جماعة، الشغل كرامة، الشغل شرف. أي حد بيشتغل ده شرف كبير ليه، دي نعمة من عند ربنا. فياريت يا جماعة الناس تعامل بعض كويس، الناس تعامل بعض حلو. لأن أنا الفترة اللي فاتت شفت ناس ما تسواش ربع جنيه في سوق الرجالة ولا في سوق الستات، وبيعاملوا عمال التوصيل وسواقين النقل الذكي، عمال التوصيل بتوع طلبات وخلافه، وبتوع النقل الذكي السواقين بتوع اوبر وكريم واندرايزر وديدي والجو ده. طبعا يا جماعه الناس دي ناقصه، يعني فاهم، الناس دي ناقصه. يعني الناس دي بعيده ان هي مريضه فهي ناقصه، الناس دي عندها نقص. الناس دي عندها نقص كبير جدا، يعني هم ناس ناقصين قوي، فاهم. عشان كده شايفين ان الشغل عيب، مع انهم ممكن يكونوا شغالين شغلانات اسوأ مليون مره من الشغلانه دي. لكن انا هنا لو بتكلم على كلمة سوء او قلت اسوأ، فقلت اسوأ من الناحية المادية. يعني هو ممكن يكون بيقبض اقل منهم بكتير جدا، لكن بيعاملهم وحش وبيتنمر عليهم وبيتعنصر عليهم بدون اي سبب، بس لانه ناقص. وانا الفترة اللي فاتت شفت ناس كتير جدا بيتنمروا وبيتعنصروا وبيعاملوا عمال التوصيل وسواقين النقل الذكي معاملة وحشة جدا جدا جدا، لدرجة ان في ناس منهم بيرموا الفلوس والطلبات والاوردرات لعمال التوصيل، بيرموها في وشهم. يعني طبعا حتى لو انت مش عايز تستلم الاوردر ما تستلموش، مش عايز ان انت تحاسب ما تحاسبش، انت كده كده كله ايه في الاول وفي الاخر لنفسك، يعني فاهم. لكن المعاملة ذات نفسها بتفرق. يعني انا عن نفسي متربي ومتعلم من صغري، هي حق، هي كتربية وكتعليم وكدين، ان انا اي حد يجيلي حتى لو كان بيعمل حاجة صغيرة وجايب لي اوردر صغير جدا ان شاء الله حتى ب5 جنيه، ان انا بسيب له تبس او بقشيش او اكرامية، فاهم. زائد ان انا بعامله كويس جدا، لان الراجل ده جاي لي في بيتي او في المكتب بتاعي او في الشغل بتاعي او حتى هقابله في الشارع. فالراجل ده جاي لي، يعني ايه جاي لي؟ الراجل ده جاي لي يعني مفروض ان انا اكرمه، فاهم، مش المفروض ان انا اهينه. تاني حاجة ان انا بكون محضر في التلاجة عندي ازازة مية ساقعة معدنية مقفولة، زائد كنزاية او علبة عصير وشوكولاتة او حلويات، وبحطهم كلهم في كيس وبديهوله. يعني ده كله لله، يعني مش عايز منه اي حاجة. الفكرة كلها في ايه؟ الفرق في التربية والمعاملة. وبرضو نفس الكلام لبتوع النقل الذكي اوبر وكريم وخلافه. انا بشوف حاجات كتير وحشة قوي 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 بجد يا جماعة الفترة اللي فاتت. فياريت يا جماعة الناس تتعظ بقى، فاهم، الناس تتعظ والوضع ده اتغير. يعني يا ريت الناس بس ايه تشوف الدين بيقول ايه، وتحاول تعمل الكلام اللي ربنا بيقول عليه. وبس كده يا جماعة. الفكرة كلها بجد ان الموضوع استفزني جدا.